تبدأ قصة الفيلم النهاردة مع ولد اسمه كريس وبنشوفه بيحضر مع مدرسته، وكان عندهم زيارة لمتحف المدينة، وكان الهدف من الزيارة إن الطلاب يتعرفوا على تاريخ وإنهم ما كانوش بيقدروا يقاوموا درجات الحرارة والجفاف. وكانت بتقول ليهم كمان إن أبسط مثال لكلامها إن الديناصورات اختفت من ملايين السنين، لكن علماء الآثار قدروا إنهم يتوصلوا لآثار الكائنات دي. وفي الوقت اللي المدرسة بتشرح فيه بيبعد كريس عن أصحابه وكان مركز على هيكل الديناصور، وبعد كده المدرسة بتكمل كلامها عن المتحف. وأول لما خلصت الزيارة بتخرج الطلاب وتروح تركب الباص مرة تاني. بعد كده بنشوف كريس مع أصدقائه وهما كانوا بيتمشوا في المدينة اللي هم ساكنين فيها. في الوقت ده لاحظ كريس لمحل بيبيع الاشياء القديمه، وطلب الاثار ما عجبتش كريس وطلب منه يشوف لي حاجه تانية ما حدش شافها قبل كده. وفعلا جاب لي صندوق وطلب منه انه يوعده ما يفتحش الصندوق ابدا، ووعده كريس انه مش هيفتحه. في اللحظه دي كان كريس بيسال صاحب المحل عن طريقه فتح الصندوق، فرد عليه وقال له ان الصندوق هيتفتح لوحده لما هو يكون مستعد انه يشوف اللي جواه. بعد كده كريس بياخد الصندوق ويروح للبيت، وبيخبي كريس الصندوق في الاوضه بتاعته عشان مامته ما تشوفوش. في الوقت ده بيخرج كريس تاني من اوضته عشان يروح ويتغدى، واول لما خلص اكل بيطلع اوضته وتفاجئ كريس لما لقى الصندوق مفتوح، واتصدم لما شاف جوه الصندوق بيضه ضخمه وما كانش فيه اي حاجه تانية غير البيضه. فراح كريس للكمبيوتر بتاعه وبدا يدور عن الطريقه اللي تخلي البيضه تفقس، ووصل للنتيجه ان البيضه هتفقس لو في درجه حراره عاليه. وابتدى يتحرك ويجيب كان جعان جدا، وكان كريس فرحان جدا بيه، فقرر ان هو ينزل المطبخ عشان يجيب لي اكل. لكن كريس بيسمع صوت جاي من الغرفه بتاعته، فبيطلع لاوضته بسرعه عشان يشوف ايه اللي بيحصل. واتفاجئ لما شاف الديناصور حجمه بقى كبير، وكان مستغرب جدا من اللي شافه. في اللحظه دي كريس بيقرر انه يروح لصاحب المحل ويفهم اكتر منه. وفي اليوم التاني بيروح كريس للمحل لكن ما لقاش الشخص اللي اداله الصندوق، وكانت موجوده مراته وسالها عليه، فوضحت ليه انه ميت من 5 سنين. فاستغرب كريس من كلامها وكان متاكد ان هو شافه في اليوم اللي قبليه وان هو بنفسه اللي سلمه الصندوق. بعد كده كريس بيروح للمتحف وبالديناصور اللي عنده في البيت. في الوقت ده بنشوف دكتور اسمه جوست، وهو كان موجود في معمل خاص بالابحاث وكان بيعمل تجارب على التماسيح، وكان بيحقن التماسيح بماده الدي ان ايه الخاصه بالديناصورات. لكن اول لما حقن التمساح بدا يغضب جدا واضطروا ان هم يحقنوه بحقنه مخدره عشان ما يأذوهمش. ديناصور البرت يجري بسرعه اكبر عشان الكلب ما يلحقهوش. بعد كده بيروح الديناصور ويركب عربيه كانت موجوده في الشارع، وبيجي صاحب العربيه بيسوقها عشان يروح لبيته. واول لما وصل بيفتح صندوق العربيه واتفاجئ بالديناصور، وكان في الوقت ده البرت حجمه بيكبر من كتر الاكل اللي كله. وبدا الشخص ده يتصل بالشرطه، وفعلا بتوصل الشرطه وبالدكتور من الشرطه انه ياخده للمعمل بتاعه عشان يكشف عليه. في الوقت ده بيوصل كريس لمركز الشرطه وشاف الديناصور موجود، ففي شرطي شاف كريس وساله عن سبب وجوده هنا، فرد عليه كريس ان هو وصل هنا عشان يعمل بحث عن الديناصور. فوافق الشرطي ان كريس يفضل موجود. بداوا يتحركوا، لكن هم في نص الطريق اكتشف صاحب المعرض ان الفرامل مش شغاله، فبياخد ادوات التصليح وكان عايز يوقف العربيه عشان ينزل يصلحها. وكانوا خلاص هيعملوا حادثه، وهنا كريس بيمسك دركسيون العربيه لكن هو ما كانش بيعرف يسوق، فانصدموا بشجره، فقرروا ان هم ينزلوا من العربيه ويكملوا الطريق مشي لحد ما يوصلوا للمعمل. واول لما وصلوا صاحب المعرض حاول يلهي الحراس عشان يدي الفرصه لكريس يدخل المعمل ويدور على الديناصور البرت. وبنشوف كريس وبيلاحظ ان المعمل عباره عن مجموعه خيم، هو كان عارف ان الديناصور موجود في واحده. الديناصور ظهر فجاه بعد ما حرروا كريس، وكان في واحد من الحراس حاول انه يقتل الديناصور لكن بيفشل. وبدا يتحرك كريس والديناصور وصاحب المعرض في اتجاه الغابه. في الوقت ده امر الدكتور جوست الحراس انهم يتحركوا بسرعه ناحيه الغابه ويمسكوا الديناصور. وبعد وقت كبير من المطارده بيقدر الديناصور البرت انه يختفي منهم ورا الصخور. وكان موجود صاحب المعرض وبيتكلم كريس بيقول لي انهم لازم يسيبوا الديناصور في الغابه لان الغابه تعتدى عليه. كريس وبيقول لي انهم سابوا الديناصور في الغابه وهو رجع لبيته الاصلي. في اللحظه دي بيتعصب دكتور جوست على كريس وكان بيحاول انه يتهجم عليه، لكن دكتور جوست بيسمع صوت الشرطه وبيسيبهم ويهرب لان المعمل بتاعه ما كانش مرخص. وبتوصل الشرطه وبيسال الضابط كريس وبيطمن عليهم لو محتاجين اي مساعده، فشكروا الشرطي وردوا عليه انهم بخير ومفيش اي مشكله معاهم. بعد كده الضابط بيوصف ليهم الطريق للخروج من الغابه، وبعد فتره بسيطه بيوصل كريس وصاحب المعرض للمدينه وراحوا يقعدوا في المكان اللي اتعرفوا فيه لاول مره. وهنا صاحب المعرض طمن كريس انه لازم يهدى ووعده انه هيشوف الديناصور مره تانية لان الديناصور مش هيقدر ينساه. وبنشوف موجوده جوه المحل ومع صاحب المعرض. وبكده يخلص فيلمنا النهارده.